هذا الجزائري يقول أنت مروكي مش سوري، يعني مغربي مانك سوري. يا سيدي والله أفتخر أنه أكون أنا من المغرب، وأفتخر أنه أكون من السعودية ومن قطر والكويت ومن أي شبر عربي. أنا إلي الفخر، ولكن والله لا أفتخر بأن أكون جزائري لما رأيناه من انبطاح، سفاهة، قلة أدب وتشمت بالدماء. والله لا نفتخر بأن نكون من الجزائر. لكن شعاراتكم ضد إسرائيل، وعدوكم الأول المروك، عدوكم الأول هو الشعب السوري، عدوكم الأول هو العرب. اكتبوا على ظهركم عرب حتى نميزكم، ولا تكتبوا جزائريين، لأنه خليتوا الجزائر تكون مثل للغدر والذل والهوان والانبطاح. يا ود انت مغربي باينه هيك يقولونها. والله فخر ولست ادعيه اني اكون مغربي. لازم اسال اخواني المغاربه اذا يقبلوني او لا، ولكن عندما تنحرف البوصله الجزائريه تصبح النتيجه كما هي. لو قلتي انك صهيوني كان قلت عربيه غارت على رئيس بلادها وجت تدافع عنه، ولكن مغربي صار عدوكم الاول والاخير هو المغربي. عندما تكون عميل للمجوس هكذا تكون النتيجة. عملاء المجوس عندما ينصرون فلسطين سيغدرون بجارهم العربي ويحاولون يدمرون الدول العربية المجاورة لهم. ومثل كم مثايل، عاش المغرب ويسقط العميل.